انا كل الناس بتحبني، عمري ما زعلت حد. بص يعني والله هو عمل كده عشان خاطري، يعني اسال عليا بس في المكان 1000 حد هيبقى عايز يخدمك مجرد ما تقول اسم. يبدو ظاهريا ان دي صفات جميله جدا، وهي بالفعل على فكره صفات جميله، ولكن دايما كل الصفات بمدى وبنسبه والى حد المعقول بتكون جميله. لكن لما تتحول الصفات دي انها بقت حاله ادمان عندك، انك طول الوقت مهتم جدا انك في اي مكان يبقى كل الناس بتحبك، هنا بقى تقف مع نفسك وقفه مهمه جدا. لانه بصراحه لو بصينا كده على النفس البشريه المعقده جدا اللي طول الوقت العلم عمال ينبش جواها كده عشان يقدر يفهمها ويفسرها، هتلاقي انه فكره انه الشخص اللي كل الناس بتحبه دي حاجه تقف قدامها تتساءل. هل منطقي ان حد كل الناس تحبه ويبقى ما عندوش خلافات مع اي انسان، بعيدا عن المثاليه والملائكيه اللي ملهمش اي علاقه بالواقع اطلاقا؟ الاجابه لا. ولا ليه بقى؟ لانه اي انسان في مكان بينافس او عنده مساحه من التفوق على ناس تانية، طبيعي يعني ان في ناس هتكون مش بتحبه، مش واصله لحد الكراهيه، ولكنها مش بتكن له مشاعر ايجابيه. ما تتمنالوش طول الوقت الخير، تتمنى له على الاقل انه يركح كده ويهدى وما يفضلش متفوق وبيلمع طول الوقت. فبالتالي رغبتك ان كل الناس تحبك هي رغبه ممكن تكون بتتعارض ان انت انسان بينافس بجد. بشيء من التوضيح اكتر، مش يمكن انت كل الناس بتحبك عشان انت شخص مش بتهدد حد اطلاقا؟ بس اقعد بقى عند كلمه تهديد دي وبص لها بالمعنى الايجابي. يعني انت طول الوقت في مكانك سكن تسلم، مش بتاع البص ولا التطلع لان انت تكون شخص افضل، ولا ان انت كده حد مطقطق في شغله وشاطر وعارف ان انت تخطف الكاميرا صح. بس طبعا وانت بتعمل ده تبقى بتعمله صح، مش بتعمله وانت بترازي فلان وبتضرب من تحت الحزام، بتعمله عشان انت شاطر بجد. فاعتقد ان الشاطر بجد ده طبيعي يكون في ناس مش بتحبه، مش عشان هو شطارته دي جابها بطريقه وحشه، ده سياق تاني وموضوع تاني وشخص تاني، مش ده اللي بتكلم عليه. لكن الشاطر اللي عرف يوصل بمجهود وذكاء وحسن تصرف، طبيعي جدا ان يبقى في ناس مش بتحبه. الخلاصه بقى ان احنا ما ندورش على ان كل الناس تكون بتحبنا، الاوقع بقى والاهم ان انت تكون بتعامل وبتراعي ربنا. طالما بتعمل ده ما تخافش بقى، اللي يحب يحب وشكرا جدا لده ونبادله نفس الشعور، واللي ما يحبش دي مشاعره وده ضميره، مش هنبادله نفس الشعور، ولكن هنحطه في المنطقه الرماديه، لا ضرر ولا ضرار. فلو الكلام ده دلوقتي جه فرق معاك ده يبقى شيء كويس جدا. لو حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني وينور له لمبه، يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.